مرحب، مرحب يا جماعة كل سنة وأنتم طيبين، إحنا نحط الفلوس دي هنا وإحنا بنصور عشان تحسوا إن إحنا خلاص داخلين في رمضان، إحنا لسه ما علقناش حاجات كتير يعني في الشقة زي ما أنتم شايفين غير البتاع ده بس يلا نبدأ يلا نبدأ يلا نبدأ على طول. يا مساء الفرحة والأنوار، كل سنة وأنتِ طيبة يا قمر، بمناسبة رمضان. أنا مش عارفة الفيديو ده هينزل إمتى، هينزل أول يوم رمضان والّا تاني يوم رمضان، حاسة إن إحنا نجيبه كده شوية بالجنب كده بقى فاهمين؟ عشان أنا باصوّره وهانام هيكون بكرة رمضان فاهمين؟ فخدوا النيّة كده يا جماعة، أنتم هتكونوا واخدينها already بس أنا هانزّل إن شاء الله الفيديو ده يا أول يا تاني يوم رمضان إن شاء الله، إن شاء الله أكون عملت له edit يعني. خلّينا نخش بقى في الفيديو. عارفة شعور اللي هو إيه، بييجي لنا كل سَنة ده، بنبقى داخلين رمضان بحماس بقى وعايزين نختم القرآن 10 مرات ونصلي القيام كل يوم، في الآخر بنلاقي نفسنا إيه، غرقانين في العزومات والمواعين والفطار وكل حاجة من الحاجات دي والمسلسلات بقى وإيه، من هنا للصبح واليوم بقى بيطير كده بيطير. النهارده بقى أنا مش جاية أقول لِك إيه، كلام مثالي بقى والكلام ده، إن شاء الله أنا جاية أقول لِك خطة عملية هتنفعِك يعني إن شاء الله، إن شاء الله وتنفع مع كل بنت بتتفرج عليَّ إن شاء الله. حاسة إن إحنا لو قفلناها يبقى أحسن. لأ أنا مش هاعطيها. زي ما قُلت أنا جاية أقول لِك خطة عملية للبنت اللي عايزة تستغل كل دقيقة في رمضان من غير ما تنهار بدنيًا أو تأثّر في عبادتها. يالّا بينا؟ يالّا بينا. إحنا هنبدأ بقى بإيه، بالقعدة الذهبية. هي النيّة هي الحل يا جدعان ماشي؟ بُصّي يا ستي، إحنا كبنات بنقضّي وقت طويل في المطبخ أو مساعدة البيت عامةً. بدل ما تحسّي إن ده وقت ضايع، حاولي تحوّلي العادة لعبادة. يعني إيه مثلًا؟ وأنتِ واقفة بتعملي السلطة مثلًا، انوي إنِّك بتفطّري صايمين، وأنتِ بتغسلي المواعين شغّلي في ودانِك podcast أو قرآن، أو حتى خلّي لسانِك شغّال بالذكر، كده أنتِ بتاخدي ثواب وأنتِ بتعملي مهامِك العادية، وده أول سر لاستغلال الوقت. تاني حاجة خطة ال24 ساعة، اللي هي بين قوسين تنظيم اليوم. أكبر غلطة بنعملها هي اللخبطة، عشان يومِك يمشي صح لازم نقسّمه. أوكي يا جماعة بعد ما صوّرت امبارح وكل حاجة كانت تمام وأنا جاية أعمل editing بقى، لقيت إيه، إن في جزء الصوت سابق الصورة أو الصورة سابقة الصوت حاجة كده، فأنا لسه راجعة من عزومة برّه، النهارده أول يوم رمضان، لبست نفس الoutfit عشان ما تحسّوش إن الشكل غريب، plus ما عرفتش أقعد في نفس المكان اللي إحنا كنا قاعدين فيه عشان ماما روّقت الدنيا هناك وكده، والدنيا مقلوبة لسه شوية فمحتاج لسه حاجات تتضبّط، فقعدت هنا في الأوضة يعني وكده بس. هنكمّل عند الحتّة اللي إحنا وقفنا فيها، عشان تشوفوا يا جماعة الحُب ليكم باصوّر متأخّر، يعني أنا المفروض أكون نايمة أصلًا، الساعة داخلة على 00:00 الساعة 00:03 تمام، أنا المفروض أكون نايمة. آخر حاجة وقفنا عندها إن إحنا لازم نقسّم اليوم بتاعنا، وأنا مش هاقرأ من الscript اللي أنا كاتباه، حاسة إن أنا عايزة أقول الكلام ده مني ليكم بقلبي، يا جماعة أنتم إزاي تقسّموا الوقت بتاعكم؟ أنا كطالبة ثانوية عامة، أنا لو عايزة أقسّم اليوم بتاعي هاقسّمه إزاي، تمام، وأنتم طبعًا ماشوا الحوار ده على تقسيمة أنتم بتعملوا إيه في يومكم كدراسة، كشغل، إحنا عندنا الحمد لله في رمضان الوقت بيبقى فيه بركة كبيرة أوي سبحان الله بجد الحمد لله، ودي أكبر فرصة إن إحنا نقسّم فيها وقتنا وإن إحنا نعمل فيها أي حاجة إحنا عايزين نعملها، يعني من حيث المذاكرة، من حيث الشغل، من حيث أي حاجة تانية في حياتكم وكده، فإزاي نقسّم اليوم بتاعنا. أنا هاقول لكم أنا إزاي هاقسّم يومي في رمضان، وأنتم قسّموا بقى على حسب إيه، أنتم بتعملوا إيه في يومكم. أول حاجة إحنا هنبدأ بالسحور تمام، هنبدأ بالسحور ونمشي اليوم بالنازل. فهنصحى قبل الفجر بكام ساعة، يعني ممكن نصحى قبل الفجر يعني بالكتير أوي ساعتين مثلًا تمام، نتسحّر وناكل براحتنا ونشرب حاجة لو عايزين نفوّق، وبعد كده الفجر يأدّن من هنا نصلّي الفجر ونقرأ الوِرد بتاعنا لو عايزين، أنا هاصلّي يعني أنا هاقول لكم أنا هاعمل إيه، أنا باصلّي الفجر، بعد كده باقرأ الوِرد بتاعي وأقرأ الأذكار، وبعد ما أخلّص دول بتبقى حوالي الساعة كده يعني هو الفجر بيأدّن الساعة 05:05 و5 دقايق،
بعد ما باخلّص دول بتبقى حوالي الساعة كده 18:00، 18:15 بالكتير. باقعد من الساعة 18:00 لحد الضهر أذاكر، تمام؟ أنا مقسّمة يومي على حسب الصلوات، أوكي؟ لحد الضهر أذاكر، ييجي الضهر أقوم أصلّي الضهر، أقرأ الوِرد بتاعي، مش هاقرأ أذكار المساء في الضهر، يعني مش هاقرأ أذكار المساء في الضهر، وييجي بقى البريك بتاعي اللي هو ما بين الضهر والعصر، باخد نُص ساعة أعمل فيهم إيه، أخلّيه للعبادة، أشوف podcast ديني. أنا نفسي في رمضان ده أشوف السيرة النبوية أوي، فهاشوفها إن شاء الله، فده هاخلّيها في البريك بتاعي، والبريك بتاعي أنا مش عاملاه أكتر من نُص ساعة حرفيًا. بعد ما أخلّص البريك بتاعي وكده، باشوف لو في وقت ما بين العصر والضهر، لو في وقت أقعد أذاكر، أكمّل مذاكرة. بعد كده ييجي العصر، أقوم أصلّي العصر وأقرأ الوِرد بتاعي، وهنا بقى نقرأ أذكار المساء. أروح قارئة أذكار المساء بتاعتي، وأقوم بعد كده أشوف بعد ما أخلّص كل ده، أشوف بقى ما بين إحنا دلوقتي ما بين العصر والمغرب، أشوف بقى إيه، لو هاساعد ماما في المطبخ، هاساعد في الفطار، في أي حاجة، ما بين العصر والمغرب دول ما فيش حاجة تعمليها يعني ولا أي حاجة. وقبل بقى المغرب ب10 دقايق، ربع ساعة اقعدي لوحدِك، بجد اقعدي لوحدِك. تقعدي لوحدِك تعملي إيه بقى؟ ادعي، ادعي براحتِك، براحتِك، براحتِك. وطبعًا يا جماعة في الصلوات ادعوا كتير، ادعوا كتير بالذات في رمضان. بالذات في رمضان ادعوا كتير، تمام، عشان الدعوات بتبقى مستجابة أكتر في رمضان، وأنتم كلكم أكيد عارفين ده. فالدعاء يا جماعة، الدعاء، 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 تمام، تمام. قبل المغرب بربع ساعة اقعدي لوحدِك، افضلي ادعي بقى، وافضلي ادعي، ادعي من قلبِك كده بكل حاجة نِفْسِك فيها طبعًا. فيعني طلّعي كل اللي في قلبِك. اتكلمي مع ربنا، الربع ساعة دي الوقت بتاعِك أنتِ وربنا. بعد المغرب بقى طبعًا المغرب بيأذن، بنصلّي ونقرأ الوِرد، وطبعًا افطروا الأول بعد كده صلّوا، أو اقرأوا أو صلّوا بعد كده افطروا، على حسب اللي أنتم عايزينه. بعد ما بنفطر نصلّي ونقرأ الوِرد بتاعنا. أنا بالنسبة لي من المغرب للعشا أنا مش باعمل أي حاجة في الوقت ده، أنا خلاص أخدت كفايتي في المذاكرة الصبح، كفايتي في كل حاجة الصبح، تمام. وقت الراحة بتاعي بقى طبعًا إيه، بعد الفطار، عشان أنتم عارفين كلنا بعد الفطار بنكون عاملين إزاي، بنكون مش قادرين نعمل أي حاجة حرفيًا. بعد المغرب وبعد الفطار وبعد كل حاجة، باقعد أقرأ بقية وِرد القرآن بتاعي لحد العشا، أو أشوف podcast أو أي حاجة برضه، أسمع قرآن، أحفظ قرآن، أي حاجة من الحاجات دي لحد العشا. وأنا قدّام بيتي يا جماعة مسجد، فبانزل أصلّي العشا في المسجد، هانزل أصلّي التراويح في المسجد، هاصلّي العشا والتراويح في المسجد، وبعد التراويح أطلع وأصحى بقى لقبل السحور زي كل مرّة، تمام. في ناس يا جماعة بتتسحّر بعد كده تنام، يعني بتتسحّر بدري بعد كده تنام، دي حاجة حلوة جدًا إن أنتِ تصحي على الفجر على طول وتعملي كل اللي أنا قُلت عليه ده في الأول، فدي حاجة حلوة جدًا، جدًا. آمم هتكوني أنجزتِ بدل ما تصحي قبل الفجر بشوية عشان تلحقي تتسحّري. دي تقسيمة يعني يوم، أنا اديتكم خطة تحفة بس لأي حد عنده دراسة، عنده أي حاجة في ثانوية عامة زي حالاتي، أي حاجة من الحاجات دي. عندنا بقى تالت حاجة يا جماعة، فَخ السوشيال ميديا والمسلسلات. خلّينا صُرحا كده مع بعض إن المسلسلات ده فَخ كبير في رمضان. مش باقول لِك ما تتفرّجيش خالص، بس خلّي في حدود، يعني مش طول اليوم بتتفرّجي على المسلسلات، يعني ممكن تاخدي حلقة واحدة، وباقي المسلسلات لو عايزة تتفرّجي عليها اتفرّجي عليها بعد رمضان. عشان يا جماعة المسلسلات دي يُعتبر بتلهيكِ عن كل حاجة، بتلهيكِ عن العبادة، اللي هو شهر العبادة أصلًا طالع لنا مسلسلات عشان تلهينا عن كل حاجة إحنا المفروض نعملها، يعني العبادات وكده، نروح لاهيين نفسنا بمسلسلات، وأشوف مسلسل إيه وما أشوفش مسلسل إيه، لأ، فوقوا كده واعرفوا إن ده شهر العبادة، شهر إن إحنا ما فيش فرصة زيه إن إحنا نقرّب من ربنا أكتر من الشهر ده. فيا جماعة ركّزوا في الموضوع ده. أمّا السوشيال ميديا بقى، دي بتسرق الوقت وكُلّنا عارفين الكلام ده. جرّبي تعملي تقليل للوقت على قعدة على الموبايل، في application حلو أوي يا جماعة للموضوع ده، ده مش إعلان عشان هو ما حدّش يعرفني أصلًا، ما حدّش مهتم، أوكي. application اعملي عدد ساعات اللي أنتِ عايزة تكوني قافلة فيها الموبايل، ومهما عملتِ الموبايل مش هيفتح، أنتِ خلاص ضبطتِ عدد الساعات اللي أنتِ عايزاها، وموبايلِك بيقفل وهيفتح بقى بعد ما عدد الساعات دي تخلص. شايفة الapplication ده حلو جدًا، فهابقى أسيب لكم الlink بتاعه في الdescription. هو اسمه keep me out أو keep out تقريبًا، أو حاجة زي كده مش فاكرة، بس هاسيب لكم الlink بتاعه يعني، اللي حابب ينزّله لو هو ما عندوش control
للسوشيال ميديا زي حالاتي يقفل له الموبايل خالص وما يفتحش غير بعد ما الساعات دي تخلص، وكنت اتكلمت عنه قبل كده تقريبًا. فيا جماعة بدل الوقت السوشيال ميديا اللي أنتم تقعدوا scroll وتشوفوا فيديوهات ما لهاش أي ستين لازمة، أنا رأيي تزوّدي ركعتين مثلًا بدل السوشيال ميديا، تقرأي قرآن، تسمعي بودكاست، أي حاجة من الحاجات دي، خلّيكم فاكرين إن إحنا في رمضان شهر عبادة. رابع نصيحة، الروتين بقى إيه، الجمال بقى والعناية والحاجات دي كلّها. رمضان مش معناه إن إحنا نهمل نفسنا، بس بلاش إيه بقى، المجهود الخرافي. اهتمي بشرب المَيّة كتير بعد الفطار علشان بشرتِك ما تتأثّرش من الصيام، وخلّي كده روتينِك حاجة بسيطة يعني. الثقة بالنفس في رمضان بتيجي من سلامِك النفسي، لمّا تحسّي نفسِك قريّبة من ربنا، وشِّك هينوّر لوحده من غير مجهود. خامس حاجة، حرفيًا رسالة لكل بنت، أنتِ مش لوحدِك. لو جيتِ في نُص الشهر وحسيتِ إن أنتِ تعبتِ أو قصّرتِ، ما توقّفيش، ابدئي من جديد حتى لو فاضل يوم واحد بس في الشهر. رمضان فرصة عشان نتغيّر، مش عشان نضغط أعصابنا بالندم. رمضان السنة دي هيكون مختلف لو أنتِ اللي قررتِ إن هو يبقى مختلف. قولي لي في الcomment إيه أكتر حاجة بتضيّع وقتِك في رمضان ونِفْسِك تبطّليها؟ ما تنسيش تعملي like وshare الفيديو مع صاحبتِك عشان تشجعوا بعض. رمضان كريم عليكم يا جميلات، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.